طول عمر أهالينا بيقولوا لنا اوعوا تروحوا مع أي حد يقول لكم تعالوا أوديكوا هنا ولا هنا، ودايما كانوا بيعلمونا إننا أي حد ما نعرفوش يدينا حاجة نشربها أو ناكلها ما ناخدهاش، صح؟ مش كلنا اتقال لنا كده من أهالينا؟ أهي ما شاء الله البنت اللي هتشوفوها هنا النهاردة مفيش حاجة غلط إلا وقعت فيها. الفيلم ده بقى يستحق منكم 1,000,000 لايك، عشان ده فيه رسالة مهمة جدا إنك تتكني في بيتك وما تروحيش مع حد ما تعرفوهوش في حتة. بنبدأ الفيلم مع بنت هربت من بيت أهلها وهم أسرة متواضعة عشان تروح المدينة وتشتغل ويكون معاها فلوس، وبتركب الأتوبيس وفي طريقها للشخص اللي رتبت معاه كل حاجة وهي عمالة تحلم بمستقبل وردي. المهم إنها بتوصل للمكان اللي بتقابل فيه الشخص اللي مستنيها وبيركبها العربية اللي مجهزها، وأول ما بتركب ديلها مشروب تشربه وهي يا حبيبتي بتقربعه كله، وساعتها بتبدأ تحس بزغللة ودوخة وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقيهم ودوها مخزن كده واتحطت على مرتبة وربطوها عشان ما تقدرش تهرب، وبيكون الشخص اللي قابلها عايز يعتدي عليها لكن زميله بيقول له ما ينفعش نيجي ناحية البضاعة، وبيضطروا يدولها حقنة مهدئة عشان تهدى بدل العياط والصريخ والهستيريا اللي هي فيها، وبيطلعوا دول عصابة التجار بالبشر ولسه بقى هنشوف هيعملوا فيها ايه. بنروح لرئيس العصابة اللي بتتاجر في البنات وهو بيقابل واحد اسمه توني عشان عايز يشتري منه البنت دي. يا بلاش، ودي عاملة كام بقى؟ المهم ان الشخص ده لسوء حظهم طلع محترف في الفنون القتالية وده شملهم على الاخر، ومسك رئيس العصابة ودلدله كده زي ما انتوا شايفين من الدور يا لهوي، لا انا دخت. توني بيسأل رئيس العصابة عن واحد اسمه فيكتور وده زعيم اكبر عصابات الاتجار بالبشر، وبيسأله على الشحنة الجديدة اللي جاياله، فبيقول له انها جايه له النهارده بالليل وهيستلمها بنفسه من المينا، وطبعا بيطلب منه انه ما يموتوش مقابل ان هيديله البنت دي واختها كمان فوق البيعه. انتوا ايه خاطفين العيله كلها ولا ايه؟ المهم انه رماه من البلكونه، يلا خد الشر وراح. بعدها راح للبنت طبعا وهي مرعوبه وادالها فلوس وقال لها تطلعي على طول على اهلك وما تسمعيش كلام حد غريب ولا تروحي مع حد في حته، يعني ولا هنا ولا هنا وبلاش عبط. وبنروح للمحقق ناك وهو بيستقبل المحقق ريد من إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وبيكون هدفهم هو القبض على فيكتور، وبيتضح ان فيكتور زعيم اكبر عصابة للاتجار في البشر على مستوى العالم، وانه بيخطف بنات وبيبيعها في جميع انحاء العالم، وبيقول لهم ان فيكتور ليه 3 ولاد وكل واحد فيهم ماسك مكان، والمفروض انه هيجي بنفسه يستلم الشحنة ولازم يمسكوه متلبس بالشحنة. وبتطلع القوات كلها تحاصر المينا في انتظار فيكتور اللي بيوصل هو وابنه، وبنلاقيه متحفظ على القبطان وبيطلب من ابنه انه يقتله، ولما بيسأله أندريا ليه بيقول له لأنه بوظ الشحنة كلها، لكن أندريا ابنه مش بيبقى قادر يمسك المسدس ويقتل فبيقتله فيكتور بنفسه، وبمجرد إطلاق النار بتهجم الشرطة وبيجري فيكتور وابنه عشان يهربوا، لكن ناك بيموت أندريا وبيقبض على فيكتور، ولما بيدخلوا يشوفوا الشحنة بيطلع كلها بنات صغيرة لكن للأسف كلهم ماتوا أثناء عملية قتلهم. وبيتحقق مع فيكتور والمحامي بتاعه بينكر إن موكله فيكتور ليه أي صلة بالشحنة وإنه أساساً ما كانش يعرف محتواها، وبيطلب الإفراج عن موكله، وعشان مفيش أي شهود على فيكتور فللأسف بيتم الإفراج عنه. طب والراجل اللي هو مصفره الآخرة ده نظامه إيه؟ وفيكتور بيتوعد لناك إنه مش هيعديله إنه قتل ابنه ومش هيسيبه. بنروح لتوني اللي سهران في مكان تبع واحد من ولاد فيكتور وبيخلي حبيبته تشتغل في المكان ده عشان يحاول يوقع ابن فيكتور، وبتسمع وهي واقفة على الباب ابن فيكتور وهو بيكلم أخوه، وبيتفقوا يهربوا أبوهم من السجن وإنهم لازم يلاقوا طريقة ولازم كمان ينتقموا من اللي قتل أخوهم. وأثناء ما هي واقفة على الباب بتسمع بيقفشها واحد من رجالة ابن فيكتور وبيدخلوها أوضة، وقبل ما بيعملوا فيها أي حاجة بيكون توني مراقبها وبيدخل يضربهم ويقبض على مساعد جانج ابن فيكتور، وبيعرف من صاحبته كل اللي هي سمعته وإنهم ناويين ينتقموا من الضابط اللي قتل أخوهم وهيهربوا أبوهم. وبنروح لناكي اللي مروح بيته متأخر وبتكون مراته وبنته مستنيينه، وبيبقى اليوم ده عيد جوازه لكنه طبعا بيكون نسي وبيقضي وقت معاهم وبينام، وبالليل بيصحى على مديره بيتصل بيه وبيقول له انهم افرجوا عن فيكتور ولازم ياخد باله. المشكلة ان ناك ملحقش يتصرف ولا ياخد حذره، واثناء ما هو بيكلم مديره بيبص من شباك اوضته فبيتفاجئ بناس بيوجهوا صاروخ ناحية شباكه، وفعلا بتنفجر الأوضة كلها وبيكون واقع على الأرض، وبيطلعوا يضربوه ويقتلوا مراته قدام عينه وبيخطفوا بنته وبيسيبوه في الحريق ويمشوا.
بيمشوا بينتقل نك المستشفى وبتكون حالته خطيرة، وأول ما بيفوق بيجيله مديره ومعاه ريد وبيسألهم عن بنته ومراته هم فين، لكنهم بيقولوا له إنهم للأسف ماتوا في البيت وإن المطافية أنقذته بمعجزة، وبيعرفوه إن فيكتور أول ما أخلوا سبيله اختفى ومش عارفين مكانه. بيستنى نك بالليل عشان يهرب من المستشفى لأن كل اللي بيكون قدامه هم مراته وبنته، وإنه لازم ينتقم ويجيب حقهم. وبينجح فعلا إنه يهرب من المستشفى من غير ما حد يشوفه، وبيروح بيته واللي بيكون عامل مخزن صغير فيه تحت السلم وفيه سلاح، وبيطلع السلاح وبيروح على المحامي بتاع فيكتور، وأول ما بيدخل المطعم بيقتل كل رجالته وبيروح يهدده عشان يعرف منه مكان فيكتور، وبعدها بيموته ويحرق المطعم. وبيختفي خالص نك، وبيعرف المحقق ريد انه سافر وبيلاقيه مستخدم باسبور مزور، وبيكون مطلوب القبض عليه وعايزين يلحقوه قبل ما يقتل فيكتور وناس كتير تانية. وبيستعين المحقق ريد بتوني عشان يساعدوا انهم يمسكوا نك، وبتكون الكاميرات جايباه في مطعم المحامي، وكمان وصلوا للشخص اللي ساعده في تزوير الباسبور، واتجهت القوات كلها للمطار عشان يمسكوه. وأول ما بيوصل بيلاحظ وجود القوات وبيحاول يهرب منهم، وشنطته بتقع وهو بيجري وبيستخبى، لكن ريد بيشوفه بس بيعمل حاجة غريبة جدا، بيقتل الراجل اللي تبع توني اللي معاه، وبيضرب على نفسه نار، وبيكون لابس السترة الواقية للرصاص، وبيحدف المسدس لنك عشان يعني يبين له إنه عايز يساعده ويقف جنبه. وأول ما بيوصل توني بيتصدم لما بيشوف زميله واقع ميت وجنبه ريد مضروب بالنار، وبيطلع ان ريد هو عامل مزدوج لفيكتور وهو اللي بيوصل له كل حاجة. وبيجري نك ويهرب وينط على عربية وبياخد موتوسيكل، لكن بيكون كل ده توني بيطارده لحد ما بيوصل له، لكنه بيرميه قدام عربية وبيهرب. بيروح نك للبار بتاع ابن فيكتور وبيقابل المساعد بتاعه وبيهدده عشان يعرف منه مكان ابن فيكتور، واللي بيقوله ان في المخزن المهجور اللي بيكون مخزن فيه البنات المخطوفين قبل ما يبيعهم، فبيقتله. وقبل ما يهرب بيلاقي توني قدامه فبيحاول يهرب منه، لكن بيلاقيه في وشه، فبيستخدم حارس الأمن رهينة عشان توني ما يضربوش بالنار، وبيقول لتوني إنه ما موتش صاحبه ولا ضرب على حد منهم نار، وكل اللي عايزه فيكتور وولاده وإنه ينتقم لمراته وبنته وبس. وبتحصل معركة بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض، وأول ما المسدس بيقع بيمسكوا نك، لكنه مش بيموت توني، وبيضرب لوحة الكهرباء عشان النور يقطع وفعلا بيهرب. بيستغرب جدا توني انه ما موتهوش، طب وش معنى موت صاحبه وضرب ريد بالنار، وانه لو كان عمل كده فعلا كان زمانه موته هو كمان. وبيجيله ريد وهو بيعمل نفسه بيسنده بيسرق منه تليفونه، وبيقدر يعرف ان صاحبته هي اللي بتنقله كل اخبارهم في البار، وساعتها بيبلغ ابن فيكتور. اما توني فبيروح اوضه مساعد ابن فيكتور عشان يشوف يمكن يلاقي اي حاجه، وفعلا بيلاقي كاميرا وبيعرف منه المكان اللي فيه ابن فيكتور اللي الراجل قال عليه لنك قبل ما يقتله، وبيتجه بسرعة لهناك. نك بيكون وصل للمخزن وبيلاقي أوضة فيها البنات المخطوفة، فبيدخل فيها ويقفل عليهم، وبيستنى أول ما الرجالة بتيجي بيقتل فيهم واحد ورا التاني، وبيفضل يصطادهم في الأوضة دي. جانج ابن فيكتور بيجي يهرب لما بيسمع ضرب النار، فبيلاقي عربية أخوه، فلما بيصدق إنه هينقذه وياخده ويهربوا، لكنه بيتفاجئ إن أخوه جاي يموته بأمر من فيكتور نفسه بسبب الشحنة اللي باظت. وبيجي نك وبيحاول إنه يعرف من جانجو مكان فيكتور، لكنه خلاص مش بيبقى قادر يتكلم، وبيتفاجئ بتوني وراه وماسك البندقية وبيسأله تاني ليه موت صاحبه، لكنه بيقول له إن ريد اللي عمل كل ده ورمال المسدس عشان يبقى بيساعدني، لكنه طلع عميل لفيكتور. وفي الوقت اللي بيعرف فيه توني بخيانة ريد بيوصل وبتحصل معركة بينهم، في الوقت اللي بيحاول فيه نك إنه يعرف مكان فيكتور من ابنه قبل ما يموت. وأثناء المعركة بين ريد وتوني بيقع ريد على إزاز ورقبته بتتجرح، وبينجح نك إنه يعرف مكان فيكتور من ابنه قبل ما يموت. وبيسألوا ريد هو ليه بيساعد فيكتور، فبيقول لهم إن فيكتور بيقدر يشتري كل حاجة زي ما اشتراني، فبيموتوا توني زي ما عمل في صاحبه. وبيتجه توني مع نك للمكان اللي المفروض فيكتور فيه، وفي الطريق بيحاول توني يكلم صاحبته لكنها مش بترد، فبيتأكد إنهم كشفوها وأكيد عملوا فيها حاجة. وبتيجي الشرطة المخزن وبتفتشه، وبيكتشف مدير نك ملف البنت وسط ملفات البنات، وبيعرف إنها ما ماتتش في الحريق زي ما ريد بلغه. وبيوصل توني ونك في الوقت المناسب اللي بيدي فيكتور أمر إنهم يقتلوا صاحبه توني، وبيقدر توني إنه ينقذها قبل ما يقتلوها. وبيكون هدف نك إنه يمنع فيكتور وابنه إنهم يهربوا بالطيارة، فبيضطر ابن فيكتور إنه يستخدم صوفيا عشان ما يموتوش، بس صوفيا بتقدر تضربه. وبيكون الباقي على توني اللي طبعا مش بيتردد إنه يموته،
وأثناء المطاردة دي بينجح فيكتور إنه يركب الطيارة وبتطلع، لكن نك بيضرب الطيارة وبالتالي بيفقد السيطرة على الطيارة وبتقع. لكن لما بيقرب نك من فيكتور بيلاقيه لسه ما ماتش وبيحاول يموت نك، لكن نك المرة دي بينجح إنه يموته، بس قبل ما بيموته بيقوله إن بنته لسه عايشة وإنه باعها ضمن البنات اللي اتباعت، وإنه بموته عمره ما هيعرف يوصل لها. لكن نك بيكون مش مصدق نفسه إن بنته عايشة، وبيعدي الوقت وهو بيدور عليها وعنده يقين إنه مسيره هيلاقيها. بيتهيألي فيلمنا فيلم من الآخر. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واوعوا تنسوا تفعلوا زر الجرس، والسلام.